السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحلام. بوريكم اليوم كيف أسوي كبسة اللحم. بستنى آراءكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا مع بعض نشوف الطريقة. والطبخ اللحم بستخدم قدر الضغط، ممكن تستخدموا القدر العادي. في قدر الضغط بحط كمية من الزيت، يعني كمية لا بأس بها، تقريبا ثلث كوب. وبحط البهارات الصحيحة اللي هي القرفة، الهيل، القرنفل، ورق الغار، الليمون الأسود، وبحمصهم على الزيت. وبحط بصلة كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة، بحمرها مع الزيت. ولما يتغير لون البصل بضيف قطع اللحم، وبظل أقلب لين ما يتغير لونها. الآن بضيف البهارات المطحونة، بضيف ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة كبزة ناشفة، ملعقة كبيرة كركم، وثلث ملعقة هيل مطحون، ونص ملعقة قرفة مطحونة. بضيفها وأقلب لين ما تطلع ريحة البهارات. بضيف كمان راس ثوم مهروس، تقريبا 8 فصوص كبيرة من الثوم مهروسة. وبضيف ظرفين من الصلصة، ما يعادل ملعقتين كبيرة من معجون الطماطم، وبقلب زي ما شايفين. بضيف عصير طماطتين متوسطة، أو ممكن طماطة واحدة كبيرة. بضيف الماء المغلي، بغمر اللحم، وبحط تقريبا ملعقة كبيرة من الملح. ولأني نسيت في البداية قرون الفلفل الأخضر، فبضيف الآن مجموعة من الفلفل الأخضر، طبعا إضافتها اختياري على حسب الرغبة. بغلق القدر وبخليه على نار عالية لين ما يطلع صوت الصفارة، بوطي النار على الآخر. طبعا بتخلوا اللحمة تستوي على حسب عمر الذبيحة. في هذه الأثناء أنا بغسل 4 أكواب من الرز، بغسلها عدة مرات، وبعد كده بنقعها بماء حار. اختياري أنا هنا، على بال يعني ما تستوي اللحمة بحمر مكعبات من البطاطا، وبحمر كمان بصل قطعته جوانح وقلبته بين الدقيق، وبقلي عادي. كمان ممكن تحمروا زبيب، في مكسرات كمان، بس أنا ما كانش عندي لا زبيب ولا شي، فقلت إيش أسوي، حمرت شوية فول سوداني. هنا خلاص الرز بعد ما انتقع صفيته من الماء وحطيته بقدر. كالعادة أنا أطبخ الرز بقدر ثاني، يعني مش بقدر الضغط. فهنا بعد ما استوت اللحمة خلاص أنا بشيلها من بين المرقة، وهذه المرقة بصبها على الرز. إذا حسيتم إنه الرز لسه يحتاج ماء، فأضيفوا شوية ماء ساخن. أنا هنا شفته تمام، فخلاص ما بضيف ولا بزود أي ماء. الآن برفع القدر على النار، وبخليه لين ما يبدأ يغلي. بشيل الغطا وبعد كده لين ما يبدأ الرز يبين زي ما شايفين بسطح القدر، برجع أوطي النار للنهاية وأغطي القدر، وأخلي الرز ينشف براحته. هنا بخلط البطاطا أو البصلة اللي حمرتهم، بحطهم بالقدر فوق الرز بالدقائق الأخيرة مع قطع اللحم.
وخلاص بعد دقيقتين 3 على طول بقدم الكبسة. حلاوة الكبسة تتقدم مباشرة، يعني طفي النار وقدميها على طول وهي كذا لسه رطبة. حلاوتها إنها تكون مش ناشفة وبنفس الوقت مش معجنة. استمتعوا فيها كذا والرز رطب، يعني يا سلام. طبعا هذه الأمور كلها أذواق شخصية وحسب الرغبة. إن شاء الله الطريقة عجبتكم، بستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.